مرحبا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي حقي بالقانون. خصصنا حلقتنا اليوم لموضوع اغتصاب الزوجي. حاضرة معي الأستاذة ندى بالعيش مستشارة قانونية. مرحبا بك معنا أستاذة ندى. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا بزاف على الاستضافة. شكرا مرة أخرى على تلبية الدعوة وحضورك معنا على برنامج حقي بالقانون وكذلك على إذاعة برلمان الراديو. ونبداو على بركة الله الحلقة ديالنا معك ندى. أستاذة ندى بغينا نعرفوا شنو تنقصدوا بالاغتصاب الزوجي. شنو كنقصدوا بالاغتصاب الزوجي؟ نعم. الوغ اون فوا كنسمعوا اغتصاب زوجي فكيصعب علينا تحديد هذا المفهوم لان جمع ما بين متناقضين، لان يمكن ندويو على الاغتصاب والزواج. فالزواج مشوا الماده 4 من مدونات الاسره هو ميثاق تراضي وترابط شرعي بين رجل وامراه. نعم. عنده غايات ما ندخلوش في هذا المفهوم كامل. باغ كونط ملي كنمشيو للاغتصاب فهو مواقعه رجل للمراه بدون رضاها. اذا عندنا مؤسسه الزواج تقوم على الرضا كمبدأ أساسي. باغ كونطخ في الاغتصاب فهو يقوم على الإكراه. تقول لي إلا جينا نديروا هذا الإسقاط لأن في القانون المغربي ما عندناش مالوغوزمون تعريف لمفهوم الاغتصاب الزوجي، وإنما عندنا الاغتصاب، جريمة الاغتصاب بقات المشرع المغربي خلاها بمفهوم ديالها الواسع العام. الاغتصاب هو مواقعة رجل لامرأة بدون رضاها. رجل ومرأة ما حددش شنو العلاقه بيناتهم، ممكن تكون علاقه زوجيه، علاقه خطبه، علاقه صداقه، ما كيعرفوش بعضياتهم، بو امبورط اي مواقعه بدون رضا ديال المراه فهو اغتصاب. وبهذا درنا الاسقاط الاغتصاب الزوجي فهو مواقعه زوج لزوجته بدون رضاها. نعم. هكا ممكن نعرفوا الاغتصاب الزوجي. نعم. وشنو الاسباب اللي كتخلي الاغتصاب الزوجي طابو؟ طابو جوريديك سوسيال. شنو الاسباب؟ الاسباب راجعه للموروثات الفكريه والثقافيه والدينيه ديالنا كمجتمع مغربي وكمجتمع عربي. اول حاجه ملي كنسمعوا دابا اي واحد غيسمع اغتصاب زوجي يقول لك شنو هذه؟ راه علاقه زوجيه. شنو تتيح العلاقه الزوجيه؟ العلاقه الجنسيه. اذا ومن الواجب على المراه طاعه الزوج ديالها. اذا اش من الاغتصاب كدويو عليه؟ حنا بيان سور ما غاديش نجيو خصوصا تيقول لك بان راه الزوجه ديالو راه عنده عقد معها، خصها تطيعو. حنا بيان سور ما نجلسوش نقولوا لعباد الله لا ما خصهاش تطيعوا، نضربوا في الدين ديالنا. بالعكس، الطاعه واجب على الزوجه. نعم. طيع الزوج ديالها في جميع الاوامر ديالو، ومن مظاهر الطاعه على انها تمكنه من المعاشره الا اذا كان عندها عذر شرعي. نعم. يعني الطاعه في وبالمعروف، وفي مقابل هذا الواجب اللي عند الزوجه ديال الطاعه كنلقاو المعاشره بالمعروف اللي هي واجبه على الزوج. وملي كنقولوا المعاشره بالمعروف بمعنى هي تقوم على ركيزتين اللي بغينا نقولوا على حسن الاخلاق والرفق. فكيفاش حنايا عندنا واحد المعادله فيها الطاعه بالمعروف والمعاشره بالمعروف لقوله تعالى وعاشرهن بالمعروف، وتجي تقول لي الاغتصاب الزوجي ما غاديش يكون، وعلى ان الزوجه مفروض عليها انها تطيع راجلها حتى فيما لا يرضي الله، وعلى ان الراجل من حقه الا ما بغاتش الزوجه ديالو مثلا تقيم معها علاقه على انه يقيم معها بطريقه بالاكراه. كنقولوا الاكراه راه بو امبورط سواء مادي يعني بالعنف جسديا او معنويا نفسيا يعني بالتهديد والابتزاز بالسب انسي دو سويت. لهذا وعاوتاني ملي كنرجعوا حنا مسلمين والدين ديالنا هو الاسلام وتندوي حتى بالمنطق وبالعقل باش جميع المشاهدين نمشيو معاهم في الوغ علاقه زوجيه فهي تقوم اساسا على الموده والرحمه والاحترام كذلك. والاحترام طبعا. لانك انت ملي كتقول غنتزوج واحد السيد يعني انت شوازيتي واحد البيرسون على انها لا بون بيرسون، ياك غتشارك معها الحياه ديالك. فشنو هاد القيم نورمالمون اللي خصها تكون واحد الرابطه اللي مبنيه على واحد المساكنه، مبنيه على واحد الاحترام كما قلتي، واحد التقدير، واحد حسن الاخلاق وما الى ذلك. ولقوله تعالى والايه غادي نقراوها باش ما نغلطوش فيها لان هذاك القران بسم الله الرحمن الرحيم ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم موده ورحمه ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق الله العظيم. اذا الاساس ديال اي علاقه زوجيه هي الموده والرحمه. هناك الطاعه بالمعروف وهناك المعاشره بالمعروف، هذا هو الاساس. اذا جينا نديروا هذا المنطق هذا فكيقول لك لا حياء في الدين. فهاد المواضيع هذا هي الاسره شي حاجه مقدسه. العلاقه الزوجيه حتى شي واحد يمكن يدخل فيها لانها كتبقى شي حاجه اللي خاصه بالزوج والزوجه ديالو. ولكن ملي كتولي عندنا واحد العلاقه غير سليمه، ملي كتولي عندنا واحد الضحيه في هذه العلاقه فالقانون خصو يتدخل، والضحيه خصها تخرج على الصمت ديالها. المجتمع باقي عندنا الحشمه والحياء، اما كايناش في هادشي الحشمه والحياء. واش انت شي حاجه كدرك وتبقاي ساكت عليها راه ما يمكنش. دابا كتشوفي ان بعض النساء يقدروا يتعرضوا للاغتصاب الزوجي ولكن ما كيقدروش يهضروا لان حنا عندنا ديك راه عيب، فهمتي؟ يعني ما يمكنش انها تعبر على تقول انها كتعرض للاغتصاب الزوجي. فحنا هادشي علاش اليوم نحاولوا ندويو بداك الديسكور ديال اننا رايه
العلاقه الزوجيه شي حاجه مقدسه، شي حاجه خاصه، شي واحد فينا ما عنده الحق يتدخل ما بين الرجل ومراته. نعم. ولكن ملي كيولي عندنا واحد الضرر، ملي كتولي عندنا واحد الضحيه، راه كيخصنا ندخلوا باش نوقفوا هادشي. علاش؟ لان علاش حنا كنحترموا العلاقه الزوجيه، وعلاش اصلا كاينه علاقه زوجيه؟ لتكوين اسره مستقره. ياك تو كخوا على ان واحد العلاقه عندنا فيها العنف وعندنا فيها الاغتصاب، واش تكون عندنا شي اسره مستقره؟ ما تكونش اسره مستقره. اصلا ديجا الا جينا غير نفكروا بالمنطق، راجل اللي غادي مثلا يمارس على الزوجه ديالو بالاكراه، ما نقولوش بالعنف، بالاكراه، فراه انسان غير سليم، غير سوي عقليا، راه مريض نفسي، راه ما يمكنش. لان العلاقه الحميميه راه سميتها علاقه حميميه، راه ما يمكنش يكون فيها الاكراه. لهذا كنقول واحد الاسره عندنا الام كتعرض للاغتصاب، راه ما فهمي ولادها غيسمعوا الصداع ديما، المشاكل، ما تكونش اصلا عندنا اسره مستقره. لهذا حنا حتى داكشي كيأثر حتى للابناء. بيان سور. لهذا حنا هنا خصنا هذا ما خصوش يبقى ان طابو. هذا كنتفهم لان الاسره ما حنا ما خصناش نساهموا في تفكيك الاسر ايتترا وكذا، راه ماشي حنا ما كنساهموش في تفكيك الاسر، بالعكس كنساهموا في اننا نزيدوا نعالجوا. الا عندنا شي مرضى نفسيين خصهم يمشيو يتعالجوا، الا داروا شي افعال جرميه خصهم يمشيو يتعاقبوا. لهذا حنا ما نبقاوش نقلبوا على اعذار لواحد الجرم. اغتصاب فهو اغتصاب، هي جريمه. اغتصاب الزوج يعني مواقعه الزوج للزوجه ديالو بالاكراه، فهي راه جريمه يعاقب عليها القانون، وتا في الدين ديالنا راه غير مقبول، لانه يعني هو فعل مدان وغير مقبول في ممارسه زوجيه او جنسيه سليمه. نعم. ندى ما كرهناش نعرفوا شنو تيقول القانون المغربي بخصوص الاغتصاب الزوجي. واخا القانون المغربي عندنا الارتيكل، عندنا الفصل 486 من القانون الجنائي كيعرف لنا الاغتصاب كيف ما قلت لك هو مواقعه رجل للمراه بدون رضاها. اذا احنا ملي كنجيو نعرفوا واحد الجريمه كنقسموها ثلاثه الاركان، الركن المادي، الركن المعنوي، والركن القانوني. الركن المادي عندنا هو المواقعه، ستادير اتصال جنسي بالاكراه. اتصال جنسي سواء كان كاملا او جزئيا ما كيهمش، وكنشوفوا على ان المشرع المغربي وضع شرط على انه يكون الاكراه، وكما قلنا الاكراه مادي يعني جسدي بزز عليها بالضرب ايتترا، او معنوي بسبب الابتزاز بالتهديد. نعم. الركن المعنوي هذا هو ركن من اركان الجريمه، هو القصد الجنائي، صديق الزوج عنده نية على انه يعتدي على الزوجه ديالو، وديجا لو فعل انه يعنفها مثلا باش يمارس معها، فهذا دليل كافي على ان هناك واحد الاغتصاب. نعم. يعني هناك واحد القصد جنائي، واحد يعني النية. كاينه النية اكزاكتومون. والاغتصاب اصلا من الجرائم العمديه اللي كتكون فيهم الاراده والعلم. والركن القانوني هو الفصل 486 وما يليه، اللي كيعاقب ب5 سنين الى 10 سنوات سجنا. وكاينه ظروف تشديد في جوج ديال الحالات، الا كانت الضحيه اقل من 18 سنه، ولا كان من الاصول. يعني الفاعل من اصول الضحيه او خدام عندها، كاينه مجموعه من الشروط، او وصي عليها او عنده سلطه عليها، فهنايا كتزاد العقوبه. نعم. ما كرهناش نعرفوا الوسائل الاثبات، لان دابا الزوج نقولوا الزوجه تعرضت للاغتصاب الزوجي، يعني حنا شنو هما الوسائل اللي تقدر تعتمدها الزوجه؟ حيت حنا كنعرفوا ان كيكون يعني الزوج والزوجه راه كيكونوا مسدود عليهم كما كنقولوا في واحد الغرفه، يعني كيفاش تقدر تثبت الزوجه انها تعرضت للاغتصاب الزوجي؟ سي فغي في هذه الجريمه، وفي الاغلبيه في الجرائم اللي اتونطا او مور اللي كيمسوا الشرف كيكون عندنا صعيب الاثبات. سي فغي في الماده الجنائيه وكنا تكلمنا عليها في الحلقه السابقه على ان عندنا حريه الاثبات، وفي هذه الجريمه كاينه حريه الاثبات، ولكن كيف ما قلتي علاقه جنسيه بين رجل ومراه ما نكونوش حنايا معاهم، يعني ما كاينه شهادات الشهود، ما كاين حتى شي حاجه. اذا كاينه الخبره سريريه، ولكن حتى في الخبره دي فوا مثلا هي دارت الخبره كيفاش حنايا غادي نبينوا مثلا دابا المحامي مثلا والضحيه كيفاش غتبين على ان مثلا داك التمزقات في الاعضاء التناسليه ديالها ايتترا ناتجه على واحد العلاقه مع الزوج ديالها. لهذا في اغلب ديال القضايا اللي تحكموا بالاغتصاب الزوجي كيكون عندنا هناك خبره طبيه، وكيكون هناك اقرار، يعني انت اعتراف ديال الزوج على انه هو مارس على الزوجه ديالو، يعني كيكون واحد الاعتراف ديال الزوج. لهذا كاينه صعوبه في اثبات فهاد الجريمه هذه. وكذلك حتى واحد النقطه ان مثلا الخبره الطبيه هذوك سون دي فري، هذوك شي حوايج كيتخلصوا، يعني الزوجه خصها تخلص، فهذه شويه كتكون صعيبه، يعني ممكن تكون صعيبه على بعض الناس مثلا اللي الحاله الماديه ديالهم ما كتساعدهم. نعم. ولكن الاثبات في هذه الجريمه يعني استاذه ندى كاين بخصوص هذه الجريمه كاينه حكم قضائي اللي كان داول على وسائل التواصل الاجتماعي ديال 2018 2019 بمدينه طنجه. كانت واحد الزوجه تعرضت
واحد الممارسه بالاكراه مما ادى للافتضاض وتنقلت للمستشفى. دونك ها هي خدات سيرتيف، ها هي خدات شهاده طبيه لان كان هناك افتضاض، ومشات بورطات بلانت ولا ميم شوز. حتى الزوج ديالها جا واعترف على انها بصح كانوا كيمارسوا مع بعضياتهم وخرج على السيطره في واحد المومون. تم الاحاله ديال الزوج على الوكيل العام الملك لدى محكمه الاستئناف بطنجه بتهمه الاغتصاب. فقرر وكيل العام الملك أنه يفتح تحقيق، وقاضي التحقيق كذلك تابع المتهم اللي هو الزوج بالمتابعة في حالة اعتقال. من تمت الإحالة ديال القضية على غرفة الجنايات الابتدائية بدلت التكييف ورجعتوا عنف زوجي. وهنايا كنطيحوا في واحد النقطه ديالنا، كاينه محاكم اللي كتكاليفي الاغتصاب الزوجي على انه اغتصاب زوجي وكتعاقبوا بالماده 408 وما يليها، وكاينه المحاكم او القضاة حسب القناعه ديالهم اللي كيكيفوا هذا ضمن العنف الزوجي، كيرجعوه جنحه لان العنف الزوجي جنحه والاغتصاب جنايه. يعني هادشي اللي قلت لك يقدر يكون الخلط بين العنف الزوجي والاغتصاب الزوجي مالوغيزمون. ولكن غيسامون بناء على الاحكام الاخيره اللي ولات كتاخذ في الاونه الاخيره، ولا الاغلبيه كيمشي في الاغتصاب الزوجي. كتكون عندنا مواقعه بالاكراه كيكون اغتصاب زوجي. لهذا نكمل لك في القضيه ديال 2018 2019 كانت عندنا في الحكم ديال الغرفه الجنائيه الابتدائيه تم التكييف على انه عنف زوجي، تم الحكم على الزوج بسنتين حبسا نافذه، تم استئناف الحكم. وفي غرفه الجنايات الاستئنافيه تم الغاء التكييف ورجع انها اغتصاب زوجي. ولكن في هذا الملف هذا كان هناك تنازل من طرف الزوجه، وبهذا تحاكم الزوج بالاغتصاب الزوجي مع الاستمتاع بظروف التخفيف. وبما ان كان هناك تنازل فالعقوبه بقات فوق التنفيذ. وكانت عندنا قضيه اخرى في 2022 في محكمه الاستئناف ديال تطوان. يعني كاين شهادات قضائيه بخصوص هذه الجريمه؟ كاين شهادات، ما عندناش قرار من محكمة النقد، ولكن هناك شهادات من محكمة الاستئناف كما قلت لك ديال تطوان. كذلك تحكم على الزوج ب3 سنوات سجنا نافذة وغرامة مالية 30,000 درهم إلا بقيت عاقل على العقوبة اكزاكتومون. ولكن راه هكاك إلا جينا نديروا واحد القراءة نقدية لهاد الأحكام أو العقوبات بلوتو كنلقاو على أنه ولو ملي كيكون عندنا ملي كنقولوا اغتصاب راه جناية. نعم. قلت لك كاينه من 5 سنين حتى 10 سنين ديال العقوبة. مما كنشوفوا على أن الزوج هو اللي كيكون المتهم كيتمتع بظروف التخفيف، فكنحاول كنشوفوا عندنا عقوبات ديال جنحه ماشي ديال جنايه ديال الاغتصاب. نعم فهمتي. وكذلك كاينه ملي كنشوفوا هاد الاحكام كاين ميم واحد العتاب ان علاش المحاكم اللي كدين للزوج بالاغتصاب الزوجي ما كتامرش بتطبيق لتدابير الحمايه اللي المنصوص عليها في قانون حمايه النساء من العنف، مكافحه العنف ضد النساء، لا لوا 103/13 اللي جا مثلا الايداع الضحيه للمؤسسات العلاج النفسي، لان راه كنقولوا اغتصاب زوجه تغتصبت من الزوج ديالها يعني من السيد يعني كيكون عنده واحد الاثار النفسيه عليه، او الامر بعدم الاقتراب او عدم الاتصال، مجموعه من التدابير ما كتطبقش. نعم. وكتشوفي ان المشرع المغربي واش وفر هذه الحمايه القانونيه للنساء المغتصبات؟ المشرع المغربي وظف حمايه في القانون العنف ضد النساء، مكافحه العنف ضد النساء 113 عندنا تدابير حمايه، ولكن ما كتطبقش، ما كيتمش الامر في الاحكام القضائيه ديالنا مالوغيزمون ما كيتمش الامر بان يطبقوا هذه التدابير الحمايه. شكرا استاذه ندى على هذه المعلومات القانونيه اللي قدمتيها لنا. شكرا لكم مستمعين على الاصغاء والتتبع. نلتقي الاسبوع القادم في حلقه جديده وموضوع جديد. كونوا في الموعد، خليتكم في امان الله.